السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتي شي كويزين فاطمة. اليوم درت ملويات صغار ديال الفران، جاو مقرمشين ومورقين. اجيو معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير، عندي 2 البيضات، 400 غرام ديال طحين فورس سبيسيال فينو، 600 غرام ديال الفورس رطب، 2 ديال لي فيغ شيميك خمارات حمرين، عندي معلقه كبيره سنيده، الملح حسب العجين، 2 معالق صغار ديال خميره العجين، والماء دافي باش غنجمع العجينه ديالي. اول حاجه كناخذ قصريه ولا اناء، غندير فيه الطحين بنوعيه، السبيسيال والفورس. غندير الفورس اللي عندي مغربلين بجوج. دابا غنضيف الخميره، السكر، الملح حسب العجين، وجوج ديال الخمارات، ونضيف البيض، غنجمع العجين ديالي بالماء دافي ماشي سخون بزاف، غير شويه. غندلك العجين ديالي مزيان، نجمع العجين ديالي مزيان وغندلكها حتى تولي رطبه. من بعد ما دلكت العجينه ديالي مزيان حتى ولات بهذا القوام، كتكون رطبه ماشي قاصحه، المهم ما بين وبين. دابا غندهن شويه ديال الزيت، غندهنها من الفوق، نقسمها على 4 الكرات، يكونوا بنفس القياس. نحاولوا ندير لهم طريقه بحال اللي غنديروا ليها، بحال اللي غنديروا الغيفات. ندهنهم، نخليهم على جنب يرتاحوا شويه، عاد نطلقهم. من بعد ما كملت العجينه ديالي كورتها، دابا غنحاول نديرها حرابيل طويله مقاده بهذه الطريقه، بهذا الشكل باش يساعدوني في نديرهم ملوي هكا. وغنخليهم يرتاحوا واحد شويه، واحد 10 دقائق اولا ربع ساعه. انا درت الحرابيل ديالي ب4، غنخليهم يرتاحوا واحد شويه، عاد نبدا نطلقهم. كنكوروهم المره الاولى باش كيجيونا مقادين هكا ملي كنديروهم حرابيل صافي. بعد ما ارتاحت ليا العجينه واحد 10 ديال الدقائق، عندي هنا زلافه اللي فيها الزيت والزبده، غنخلطهم مزيان حتى تميلونجا الزيت مع الزبده هكا باش كيجي الملوي رطب وكيجي زوين. في الزلافه عندي طحين سبيسيال اولا كديروا سميده رقيقه، انا كنفضل ندير طحين سبيسيال. دابا فوق الخامه اولا زليجه نبسط الحلبول ديالي بهذه الطريقه. في نفس الوقت غنضيف الزيت،
نحاول نرقو مزيان حتى يولي مورق. حاولوا ترشوا بالزبده والزيت تورقوا. الا جاكم الحربول كبير تقدروا تقسموه على جوج باش يجيكم ساهل. صافي هو تورقات ليا العجينه. ندهن بالزبده والزيت مزيان، نرش بالطحين الفينو ونبدا نلويه. الطريقه الاولى ندير هكا بقى غادا، كندير هكا بقى غاديه بحال هكا. دائما الزبده والزيت. انا غنستمر بنفس الطريقه، ندير الحرابيل ديالي كاملين نخليهم يرتاحوا عاد نقطعهم. انا نخليه هكا حتى كيرتاح، عاد نمشي نكمل الشيء الاخر. من بعد ما كملت الحرابيل ديالي خليتهم حتى ارتاحوا شويه، دابا غنقطعهم على جوج. غندير ملويات متوسطين، غنبسطهم شويه نخليهم يرتاحوا. بهذه الطريقه صافي. انا كملت الملوي ديالي، غنخليه واحد 3 دقائق اولا 5 دقائق يرتاح شويه. غنبسطو شويه وغنديروه في بلاك اللي فرشتها بابي كويسون اولا كدهنوها بالزيت والزبده كديروهم. من بعد ما خليت الملوي ديالي ارتاح دابا انا كنطلقو، طلقته على هذا الشكل هذا. غنديرو في البلاك ديالي. انا درت الفران يسخن حتى يسخن مزيان، عاد ندخلهم للفران. صافي انا نكمل الملوي ديالي كامل.
من بعد نشوفوا بلي غيطيب. كتشوفوا معايا انا خرجت الملويات ديالي من الفران من بعد ما حمرتهم من الفوق ومن التحت، جاو زوينين. كنتمنى تجربوهم. كيف ما كتشوفوا معايا جاو مورقين. انا غنفتح وحده، كيجيو ناشفين وزوينين. كنتمنى تجربوهم وتعجبكم الوصفه وحتى الفيديو، وما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا في قناتي باش يوصلكم كل جديد. وشكرا على مشاهده الفيديو، وبسلامه عليكم وبصحه وراحه.